كنيسة سند بيس من أعلى نقطة ومن أعلى مكان. أدي منظر الكنيسة، كنيسة أثرية وتاريخية موجودة في حتة مكان خرافة. الزرع والخضرة في كل مكان، يقدروا يستقبلوا رحلات وخلوات على أعلى مستوى. غير كده وكده بقى، الكنيسة ديت فيها كم بركات لا يتخيلها أحد. وقدس أبونا ويصة هتسمعوا عنه العجب، هتشوفوا قد إيه لما ربنا يشتغل مع حد بيعمل منه حاجة كبيرة قوي. دوت مبنى بيت الخلوة. بيت الخلوة دوت حوالي 5 أدوار. المبنى دوت كمان مبنى خاص بالكنيسة، فإحنا على أعتاب الكنيسة، كنيسة ماري جرجس سند بيس. مش قادر أقول لكم على الجمال والروعة والفخامة والعراقة اللي في المكان دوت. ماري جرجس عامل هنا شغل غير عادي، وهتشوفوا قد إيه بيشتغل مع أبونا ويصة. بسم الله والابن والروح القدس آمين واحد آمين. يا عالجمال يا رب. بسم الآب والابن والروح القدس آن واحد آمين. تحيي نعمته وبركاته من الآن وكل آن وكل آمين. أهلا بحضراتكم في إلهنا القوي. إحنا في حتة اسمها سند بيس. سند بيس تبع مطرانية أنبا مرقس شبرا الخيمة. قالوا لنا هتروحوا تسجلوا في كنيسة أثرية، وهيكون قدس أبونا ويصة موجود هناك. قبل ما نيجي سمعنا عن أعمال عجيبة مع شخص ربنا يديله النعمة والبركة. هتشوفوا قد إيه ربنا لما يشتغل مع حد بيشتغل معاه بقوة، وبقوة غير عادية. أهلا بقدسك يا أبونا في إلهنا القوي. أهلا بيكم يا مرحب بيكم في ماري جرجس سند بيس. ازيك يا أبونا؟ نشكر الله على كل حال. شكرا على وقتك وإنك يعني فديت لنا. لا احنا بناخد بركة في أي وقت. قدس أبونا بيدي طقس تبع المطرانية، كلية المطرانية، وفي المجلس الكليريكي. قدس أبونا خدم في المكان هنا وهنسمع عن خدمته. واحد كان بينحت في الصخر، الكلمة دي كلمة قليلة، ما كانش حد بيصلي في المكان ده أساسا، رغم المكان ده زي ما نسمع التاريخ مكان من يعني بقاله فترة طويلة جدا من الزمن. هنشوف بقى ماري جرجس اشتغل معاك ازاي يا ابونا، لدرجة ماري جرجس انقذ ابونا في مرة على خط 12. البركات اللي حصلت على ايد ابونا، باسم الصليب باسم الصليب باسم الصليب. ربنا مدي نعمة ومدي قوة. يعني سمعنا كذا حاجة. واحدة مشلولة كانت بتجري ورا العربية وتقول له انا خفيت. واحد تاني كان من قريب، لسه مفيش في وقت قريب خالص خالص. هنسمع عن حاجات، انا مش عايز احرق المواقف، بس الاول هنبدأ مع ابونا. ابونا يعني احنا قدسك لو ما قلتش احنا هنسألك، فانت قدسك من نفسك اتكلم عشان خاطر ما تضطرناش ان احنا نقول لك يا ابونا الموقف ده والموقف ده والموقف ده. الاول يا ابونا نحكي عن تاريخ المكان، ونحكي عن نشامة قدسك اللي هي كانت يوميها ما كنتش هتترشم، وساعتها أنبا مرقس شاف حاجة وقرر انه يرشمك. نبدأ من اول الصفر. الحقيقة كنيسة ماري جرجس سند بيس كنيسة كلها بركة، كنيسة عريقة، من أقدم الكنايس اللي موجودة في القليوبية، هي وكنيسة العذراء مسترد وكنيسة العذراء كومشفيل، زي ما قال متنيح أنبا مكسيموس مطران القليوبية ومركز أوسنا، الثلاثة اتبنوا في وقت واحد أو في عصر واحد. الكنيسة هنا كان فيها كهنوت، بس كان كهنوت مسلم من الآباء لأبناء فترة كبيرة. وبعدين قدس أبونا غبريال
تنيح يوم 6/1/81. عادة الكنيسة يجي لها آباء، اللي يجي يقعد سنة، اللي يجي يقعد 6 أشهر، اللي يجي يقعد شهرين، اللي يجي يقعد شهر. فآباء متنقلين مختلفين كتير. كان عبارة عن جدول في المطرانية، الآباء يجي يصلوا. فما كانش فيه يعني حد واخد باله قوي من المعمار ولا الخدمة نفسها، الاتنين يعني. والكنيسة بتخدم قرى، 5 قرى، بتخدم قرية سندبيس نفسها، بتخدم قرية البرادعة، قرية بهادة، وأجهور الكبرى، وأجهور الصغرى، وعزبة عطلة سليمان. كل دي مناطق تتبع الكنيسة. كان في مناطق قبل كده اتولد فيها كنايس من الكنيسة من هنا، لكن المناطق دي حاليا اللي هي موجودة تابعة للكنيسة وما فيهاش كنايس. في منطقة تبعد 17 كيلو تقريبا عن الكنيسة. طيب وقدسك ازاي بتجيب الناس وتصلي بيهم في المناطق البعيدة دي؟ حقيقة احنا بنأجر عربيات ميني باص وميكروباص بالإيجار كلها. في عربية تجيب بهادة، وعربية تجيب برادة، وعربية تجيب أجهور، وهكذا. كل قرية في عربية متفقين معاها بيجيبوهم، يجيبوا مدارس أحد يوم الجمعة، واللي يحب يجي من أولياء الأمور يجي معاهم، يحضروا قداس، يتناولوا. والكنيسة بتجهز وجبة للولاد بتوع مدارس أحد كلهم كل جمعة. كل جمعة. وبعد كده طبعا بياخدوا مدارس أحد، يخشوا على الفصول بتاعتهم، وبياخدوا الخدمة بتاعتهم، وهكذا. ويبقى يوم الجمعة في اجتماع إعداد خدمة، يعني في ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي وفي إعداد خدمة، وبعدين في اجتماع الخدام، وبعدين في اجتماع الجماعيين. كل ده يوم الجمعة مع بعض. اختصارا عشان العربيات بتجيب كل الناس وتاخدهم تاني، عربيات ترجعهم مرة أخرى تاني. مين بيتحمل التكلفة دي؟ الكنيسة. يعني الناس بتيجي مجانا من الأماكن دي كل جمعة؟ أصل مستوى الناس المادي مش قوي، يا دوبك عايشين. في ناس منهم كتير، أعداد أسر كتيرة من إخوة الرب، أو من الرعاية الاجتماعية زي ما سيدنا بيحب يسميها الرعاية الاجتماعية. ففي عدد منهم. أنا دلوقتي سايبها مفتوحة، اللي بيحب يدفع بيحط في الكنيسة، والكنيسة بتسدد وخلاص. احنا هنعمل ايه طيب؟ ما احنا لازم نجيب الناس دي كلها تحضر الكنيسة عشان بتخدم 5 قرى حواليك. يعني هقول لحضرتك على مثل بسيط. انا احنا بنطلع افتقاد وتسابونا ببنوتي وانا كتير يعني. فالكلام ده من حوالي 10-12 سنة تقريبا، وانا في الافتقاد لقيت طفل ابتدى اللي بياخده في الحضانة بتاعة القرية بينفذه في البيت. وكانت حضانة من غير مسيحية؟ يحفظ حاجات. اللي بياخده في حضانة القرية بينفذه في البيت. فصعقت ساعتها، رجعت بسرعة، خدت قرار سريع. كان عندي هنا حضانة، بأسرع ما يمكن بحثت عن عربية تشتغل معايا، تجيب الولاد، ترجع الولاد تاني في المواعيد بتاعتهم. وطبعا لازم تبقى عربية أمينة، سواق أمين مع أطفال، أصلا ممكن يشتغل أجرة وهو ماشي. فكنت لازم أدور على حد أمين جدا جدا يجيب الولاد. فاضطريت أجيب الولاد كلهم من البلاد، رغم إن ده بيكلفني تقريبا، الحضانة بتكلفني من 1700-2000 جنيه دعم من الكنيسة للحضانة عشان أولادي تيجي الكنيسة. مجرد بس مواصلات؟ مجرد مواصلات عشان الولاد تيجي الكنيسة، والمواصلات غالية. وبيجوا كل يوم؟ بيجوا حوالي 5 أيام في الأسبوع. وغير يوم الجمعة ده مدارس أحد، فبيجوا مع أخواتهم في مدارس أحد. كل دوت تكلفة على الكنيسة؟ بجانب إن خدمة الكنيسة أو شعب الكنيسة شعب لحد ما بسيط شوية، مش اللي هو يعني يا دوبك
مش مكملين مصاريفكم. يعني نشكر ربنا. هو شوف انا اقول لحضرتك على حاجه، ما احنا ابونا لما نتكلم دلوقتي عن مجاكس الناس بقى تيجي يعني هتخبط على بابكم وبالالوف. شوف انا اقول لحضرتك على حاجه. انا لما اخدت بركه السيامه، انا اخدت بركه السيامه 6/9/91. ايوه. كان اخر وضع يد المتنيح القديس الانبا مكسيموس مطران اللي بمركز الوسنه، وربنا يطول في عمر نفسه سيدنا انبا مرقس مطران شبرا خيمه وطارح. كان ساعتها انبا مرقس موجود، كان اسقف عام ساعتها، وهو اللي خد القرار بتاع تسامح الألسك. احنا كنا 3 مع بعض في اليوم ده. فتمت الرسامه وجيت هنا وطلعت على الدير طبعا، ورجعت الكنيسه يوم 17/10. ثواني يا ابونا، سيدنا وقت الرسامه كان متردد ولا، وكان بيميل لا. ايه اللي خلى سيدنا انبا مرقس يصمم يرشمك في اليوم دوت؟ لا السؤال ده يخص سيدنا انبا مرقس، ما يخصنيش انا. لا انت قصدك عارف. لا السؤال ده يخص سيدنا انبا مرقس. شاف حاجه معينه هو خدته يعمل كده. بس هو ما قاليش طبعا، انا هعرف منين؟ هو اللي يعرف كل حاجه. سيدنا انبا مرقس من الاباء القديسين، وانا مش بقول كده بجامل سيدنا، لا دي انا بلمسها في شخص سيدنا. انا بخدم في الكهنوت من سنه 91، يعني 30، انا ماشي في 30 سنه وانا تحت رجلين سيدنا انبا مرقس، وعارف قد ايه حنيه سيدنا انبا مرقس، وقد ايه خوفه، وقد ايه بيبحث عن كل طفل، عن كل شاب، عن كل شابه، عن كل رجل، عن كل ست، بيبحث عن الكل. لدرجه ان سيدنا انبا مرقس في احدى اجتماعات الكهنه فجائي وقف كل كاهن يقول له عنده كام اسره، وعنده كام فرد، وعنده كام اسره من الرعايه الاجتماعيه. فتخيل بقى اهتمام سيدنا، ما يهتم بالكنائس دي كلها بتاعت شبرا الخيمه واليوب والقناطر، ويسال على القرى، ويسال على النجوع، ويسال على كل حاجه، وينزل بنفسه. ده يعني مجهود. انا بشفق جدا جدا على المجهود اللي سيدنا انبا مرقس بيعمله في افتقاد الكنائس وزياراتها والمقابلات واحتمال المشاكل الموجوده قد ايه، فبيتعب جدا جدا.